الذهاب إلى طاولة الحوار، والمواطن واقف يتفرج على صراع الكتل السياسية. إلى أين يذهب الوضع من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم وتحية لقناتكم الحرة، ومساء الخير على الجميع. حقيقة لا زال الشارع العراقي يترقب في المواقف التي تصدر من الكتل والأحزاب السياسية. لا زلنا نعيش شد وجذب ونلعب لعبة جر الحبل، من هو الجار ومن هو المجرور. أكيد العراق اليوم لا زلنا نعيش في حلقة ضيقة، وهناك عشنا على المزاجات السياسية بين الأحزاب والكتل السياسية. نعم، الإطار دعا أنصاره إلى مظاهرة عند أسوار المنطقة الخضراء، وأنا أعتبره هذا تصعيد جديد لمنافسة التيار الصدري، والتيار الصدري كذلك هو دعا إلى أنصاره إلى التواجد في بوابة المجلس النواب، وخوفي أن تكون مواجهة، ولا نريد أن نخسر هذه الإنجازات الكبيرة، أن نخسر شبابنا. اليوم ذاهبين إلى المجهول حقيقة. اليوم لا نريد الحلول أن تخرج من فوهة البندقية، لا سامح الله تكون هذه كارثة على العراق. الحوارات والاتصالات بين الكتل فشلت جميعها، مساعي كبيرة في الأيام السابقة. هناك مساعي أممية، مساعي عشائرية، مساعي دينية، لم تصل هذه الحوارات إلى نتيجة ملموسة، ولا زال الطرفين هم يصعد والثاني. إذا الطرف الأول صعد خطوة، يجي الطرف الثاني يصعد الخطوة الثانية، ولا زلنا في حالة تصعيد مستمر وحوار سياسي صاخب. السؤال هو نعم. يعني كيف ينظر الشارع إلى صراع الطرفين؟ وهل يمثل الطرفان أغلبية الشارع؟ يعني كم يمثلان إذا أردنا أن نتحدث عن الإطار والتيار من عموم الشعب العراقي؟ لا أبدا. اليوم عندما ننظر إلى الانتخابات الأخيرة، حوالي 80% من الشعب العراقي لم يذهب إلى الانتخابات، وعزف وحصيلة عزف كبير عن التصويت. نعم، عزف على الانتخابات. اليوم لو أجرينا هناك نسبة للشعب العراقي، ل 80% من الشعب العراقي هو يراقب بحذر، لكن هل يمثل الأطار والتيار مجموع نصف الشعب العراقي؟ لا أبدا. طيب. مستحيل. يعني هذا، ولذلك نرى الشارع العراقي اليوم منقسم، منهم من يذهب إلى الإطار، ومنهم من يراقب، ومنهم من ينتظر، ومنهم ينتابه الخوف، وشارع قلق حقيقة. وبما أن هذا الجو السياسي الساخن هو ينعكس انعكاس سلبي على الوضع الأمني، على الوضع الاقتصادي، على كل الأوضاع، هذا الجو السياسي الساخن. طيب. نعم. وهذا يدفعني إلى أن أسأل، أشرت إلى نقطة مهمة، عزوف الشباب والمواطنين بشكل عام 80% عن المشاركة في الانتخابات. إذا من سيشارك في الانتخابات التي يدعون إليها الآن انتخابات مبكرة؟ يعني إذا كانت هنالك رقابة أممية على الانتخابات السابقة يوم 10/10/2021 ودعوة كاملة، وكان هنالك تنظيم، يعني تنظيم حتى برقابة أممية، إشادة أممية عفوا. اليوم يعني كيف سيشارك؟ يعني كم حجم المشاركة المتوقعة في الانتخابات المبكرة المقبلة؟ أنا كشاب عراقي عندما أؤمن بأن هذه الانتخابات لم يشوبها التزوير، ولدينا تجارب كبيرة في الدورات السابقة، الدورات ال5 السابقة في البرلمان. أي دورة عندما تخرج نتائج الانتخابات هناك شد، وهناك جذب، وهناك احتراضات، وهناك تزوير، وشاهدنا في الدورة الأخيرة كيف كانت الاعتصامات على بوابة الخضراء من قبل الأطار. احترضوا وشككوا بمفوضية الانتخابات، وشككوا بقانون الانتخابات. أقول عندما يكون هناك انتخابات ديمقراطية نزيهة، يثق الشعب العراقي والمواطن العراقي بهذه الانتخابات، يذهب إلى انتخابات. هو يعرف أن هذه الانتخابات مسبقا هي مزورة، ومسبقا هي ستغير نتائج هذه الانتخابات من أطراف خارجية وأطراف داخلية. اليوم هذا قانون الانتخابات التي كنا نعول كثيرا على هذه الدورة، كانت هناك انتخابات لا يشوبها التزوير. اليوم هناك من يطالب بالعد والفرز اليدوي ليس الإلكتروني. عندما نذهب إلى العد والفرز الإلكتروني، ما هو نسبة وحجم التزوير في العد والفرز؟ إذن هناك مشكلة، لم نجد صيغة نهائية لقانون انتخابات يرضي كل الأطراف. طيب، بالحديث عن
الشخوص الذين يتصدرون الموقف. اليوم وكالات الإعلام الأمريكية والصحف الأمريكية تكتب عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتصفه بأنه يبحث أو يسعى في العراق لأن يكون مرشدا أعلى على غرار علي خامنئي في إيران. هل تتفق مع هذا العنوان؟ لا 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 أبدا. التيار الصدري يحمل روح الهوية الوطنية ويتعامل مع الشعب العراقي باسم الهوية الوطنية، وأراد السيد مقتدى الصدر أن يقطع هذا الشريان الولائي اللي خارج العراق، وأراد أن ينهي هذه التوافقية التي سميت بالتوافقية والمحاصصة التي شابه الفساد وشابه كل شيء. اليوم السيد مقتدى الصدر اليوم رفع راية الإصلاح وأراد أن يحارب الفاسدين، الطرف الثاني يريد يصر على التوافقية، وهذا موقف السيد مقتدى الصدر. لا يريد أن يكون زعيما للعراق، ولا يريد أن يكون هو كما تفضلت ووصفته بأنه علي خامنئي. لا أبدا. السيد مقتدى الصدر يحمل الهوية العراقية ويريد أن يوحد العراقيين، وأن لا تكون ولاءهم وتياراتهم إلى نصبح دكاكين تابعين إلى دول مجاورة. هذا هو ما يريد يصل إلى السيد مقتدى الصدر، ولذلك هو رفع راية الإصلاح. وهناك تفاعل كبير من قبل الشارع العراقي، من العمال، من العشائر، من كل طبقات المجتمع العراقي تفاعلت مع السيد مقتدى الصدر، لأنه الوحيد اللي أراد أن ينهي هذه الحقبة، حقبة التوافقية، لأن لم نجني شيء من هذه الحقبة من 2003 ليومنا. سادها الفساد وكل شيء شابت هذه. أراد أن يذهب إلى الأغلبية السياسية، مما دفع الطرف الثاني عدم الموافقة، وأصبحنا الآن ندور في حلقة ضيقة، وهذه الحلقة ممكن أن تصلنا إلى طريق مسدود. ولا نريد أن نصل إلى فوهة البندقية. شكرا جزيلا من بغداد الباحث في الشأن السياسي محسن البهادلي. شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا، تتابع الأوساط السياسية والنخبوية الأمريكية تطورات المشهد العراقي. يجري التركيز على المسارات التي ينتهجها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل تغيير موازين القوى